السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. عندي هي الغريبه او البهله اللي حضرت معكم بمناسبه عيد المولد النبوي الشريف. نتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وبلا ما نطول غنمروا مباشره لاعطاء المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. اول حاجه غنحتاج باش غادي نحضر معكم هاد البهله، راك تجي رائعه بزاف. كناخذ كيلو ديال الدقيق المتعدد الاستعمالات. انا كندير في المقادير، وانا تنخدم فيها، وفي نفس الوقت تنعطي في المقادير باش ما يجيش الفيديو طويل. تنصب الكيلو ديال الدقيق المتعدد الاستعمالات في شي بول فين غادي نخدمها، وغادي نضيف ليها نص معلقه صغيره ديال الملح. النواشف هما الاولين، غنضيف ليها 2 خمارات من وزن 15 غرام، وغادي ندير معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نخلط هاد النواشف واحد شويه ديال المسكه دكيتو مع شويه ديال السنيده. غادي نخلط النواشف مزيان وغادي نرجع معكم. ملي خلطت النواشف الاولى غادي نضيف ليها دابا زلافه الا ربع ديال السنيده مع الخلاط، وغادي نضيف كاس تاع جنجلان اللي حمصتو في الفران سخون ومطفي باش ما يجينيش مار. تقدروا الا ما بغيتوش كواصين ديروه مطحون. نخلط مزيان. كنضيف ربعه ديال اللوز ولا ربعه تاع كاوكا، ودرت لها شويه ديال الزيت وحمصتو في الفران ودرتو بحال كاسي. ما طحنتوش مزيان باش تجي كروكي الغريبه. صافي دابا غادي نضطر نخلط بيدي، وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الخميره معجونه كما كتشوفوا معايا. خديت ربعه ديال الزبده، يمكنكم تخدموا اللي بغيتو سبيسيال ولا حيوانيه ولا نباتيه. دوزتها شويه في الميكروند كما كتشوفوا، ها هي تقريبا بحال دايبه. وغادي نضيف 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، وغادي نبدا نضيف الزبده حتى هي الخليط، وغادي نبدا نعرق فيها مزيان حتى هاد اليدام يدخل فيها كامل. نبسبسها وغادي نعطيها للعجانه تدلكها واحد شويه. اللي ما عندوش العجانه راه غير يديه، وغادي نخليها تبات ليله كامله في الثلاجه، والصباح عاد نشكل البهله ديالي. الغريبه ديالي ها هي ملي باتت ليله في الثلاجه عقبت خرجتها عطيتها للعجانه غير خلطتها مزيان. دابا غادي نبدا ناخذ من هنا ونعبر. تقريبا غادي ندير 40 غرام في كل وحده باش تجيني متساويه. تندوز للطاوه ديال الغريبه، كنلولبها كنشكلها، كنحط هاد الشكل. صافي كنعبر ثاني تنمشي. غادي نعاود معكم وحده اخرى من اجل الاستيعاب اكثر. صافي غادي نمشي هكا حتى نكمل الطاوه، والفران راسي ديجا مسخناه من الفوق على 200 درجه باش نكمل الطاوه. غنصور معكم ملي ساليت الطاوه. هانتوما شوفوا انا عمرتها. خديت الفران ودرتها من الفوق على 180 دابا درجه، كان 200 على الشغل، وغادي نخليها حتى تشقق من الفوق، وغادي ننزل الفران لتحت. هذا هو الشكل ديال البهله ملي كتخرج من الفران. شوفوا الشكل ديالها راه كيجي رائع، كتجي كامله مشرطه. ودابا غنمروا مباشره للشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البهله اللي حضرت معكم للذكرى النبويه. نتمنى تعجبكم، راه تجي رائعه، وحاولوا تجربوها بحال هذا. ما تنسونيش بالبارطاج وديروا لايكات وتابوناو في القناه لكي يصلكم ما هو جديد على قناتي. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد اشرف الخلق والمرسلين.